السيد الغزالي من الصومال، تفضل. الأخ إبراهيم أشكره شكرا جزيلا، كما أشكر الجزيرة على اهتمامها بالقضايا عامة وقضايا الصومال. نعم. من الناحية الأخ حسن عبد الواحد عندما علق وقال لماذا لا ينضمون إلى الدولة الإثيوبية، نعم. أظن أن هذا الخيار غير وارد للشعب الصومالي أصلا، لأنه هذا لم يكن جزء من إثيوبيا حتى ينضم إليه. فمن هذه الناحية نستطيع أن نقول عمر الشعوب لا تقاس بسنوات أو حتى عقود. فالشعب الصومالي سيناضل وسينال حقه كما نالت القوميات الأخرى والأقطار الأخرى مثل إريتريا وما إلى ذلك. نعم. من ناحية نقطة مقدمة البرنامج ربما تخلط بين جبهة التحرير الأوغادينية وجبهة المتحدة لشمال الغرب. نعم. جبهة المتحدة لتحرير الصومال الغرب ليست جبهة الأوغادينية. نعم. حتى نقول أن الذين أسسوا لصومال الغرب كانوا عشيرة واحدة. سؤالي للأخ إبراهيم هي: هل الجبهة المتحدة لصومال الغرب هي امتداد لجبهة التحرير لصومال الغرب اللي كانت موجودة سابقا، أم هو كيان آخر استحدث بعد العشرة الأعوام التالية؟ أشكرك على التوضيح. إذا كان هناك ما قلته صحيحا سنعود إلى هذه النقطة، ولكن معنا اتصال من العراق. محمد كاظم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تحية لك ولضيفك يا أختي العزيزة. شكرا لك. أقول أنا حقيقة نعتذر من الضيف، الله يحفظه ويخليه ويحفظ الشعب الصومالي، لأنه نحن يعني قضية الصومال منسية، يعني قضايانا الكبرى فلسطين والعراق أنستنا هذه المشاكل إخواننا في الصومال. لكن أقول لك أن قناتنا الجزيرة المحترمة ما تنساكم إن شاء الله. بالنسبة إلى الصومال، إننا نعتقد أن الصومال خصوصا إقليم أوغادين يعني إقليم غني بالثروات، فأمريكا أمريكا وراء هذا الاحتلال إن استخدمت أثيوبيا كيد لها في القارة الأفريقية. فسؤالي إلى الضيف المحترم يعني هل عن دعم من العرب والمسلمين هل يوجد لكم أو لا يوجد؟ وشكرا لكم. شكرا لك على المشاركة. من بريطانيا نعود إلى الصومال مرة أخرى قبل بريطانيا. سيد عبد القادر موسى، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أحيي الأخ إبراهيم. أريد أن أسأل سؤالا واحدا. نعم. سمعنا في الأوان الأخيرة أنه جرى بينكم وبين الجبهة التي تقاتل الأثيوبية وتسمى أونلف حربا داريا، فما مدى خطورته أو تصالحتم بعده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الآن معنا اتصال من إريتريا. محمد علي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أنا أريد أولا أن أحيي الجزيرة وأيضا الأخ إبراهيم محمد حسين، وأنا أريد أن أسأل كيف تقيمون الرد العربي بعد التقارير التي تصدر على قناة الجزيرة من أخ جامع نور؟ نعم. شكرا لك على المشاركة. معنا من بريطانيا سيد أحمد ياسين، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي العزيزة، أنا أحييكم وأحيي ضيفك الكريم. كل ما قاله الأخ إبراهيم باركه الله صحيح، لكني أود أن أنبهه أن أوجه إليه سؤالا فقط.
دائما الإخواننا أنا صومالي وتربيت هذا الجزء المحتل لإثيوبيا، وكنت أرعى الإبل وأنا صغير هناك. وفي شيء مهم أحب أن أنبه على الإخوة العرب المستمعين الذين لا يعرفون القرن الإفريقي يعني حق المعرفة. أوغادين هي قبيلة من قبائل الصومال، وهناك قبائل أخرى. بعض الناس عندهم حساسيات، خاصة الإخوة الصوماليين، بما أنهم ناس أصلا رعاة والناس رحل يعتزوا بقبائلهم. أنا أعتز بأوغادين وهي أرضنا، وكل إخواني وأصدق أصدقائي وأعز أصدقائي من هناك من قبيلة الأوغادين. ولذلك أنبهه أسأله لماذا دائما يا أخي تقولون أوغادين؟ هذا جزء من الصومال، وهذا هو ثلث الصومال أختي العزيزة. البريطانيين والإيطاليين قسموها 5 صومال إلى 5. هو الجزء الأكبر من ال5 أو الثاني بعد الجنوب. الجزء خمس صومال هو الآن يسمى جيبوتي، وسدس الصومال تابع لكينيا، وثلثين استقلوا، جزء الجنوبي والجزء الشمالي. وأغنى الصومال وأحسن صومال وأغنى منطقة هي الصومال الغربي، يسميها الصومال الغربي اللي احتلتها إثيوبيا. بحق السماء لماذا تصرون أوغادين؟ قل صومال الغربي، لماذا لا تقول الصومال الغربي؟ هو قال عدة مرات الصومال الغربي. هناك كانوا يقاتلوا دائما الأحباش. أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد على المشاركة، واعتذر للمقاطعة لضيق الوقت. أعود بهذه المشاركات إليك، ولنبدأ من أن هناك خلط ما بين الجبهة المتحدة للصومال الغربي والجبهة التي كانت سابقة على ذلك. بسم الله. الاسم الجبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي كنضال وكجهاد هي جزء من النضالات السابقة والجهاد الماضي من عام 1960 ثم 1977 والآن 1991. فكمسيرة هي جزء منها ومواصلة منها. أما بخصوص الاسم الجديد هو شبيه للاسم الأول لكنه يختلف منه بعض الجزئيات، فلهذا هو اسم المنطقة واسم الشعب، وبناء عليه فلا حرج كونه. ولكن هناك عشائر، يعني كان حتى هذا تساؤل، هناك عشائر أخرى. بالنسبة لكلمة أوغادين، أولا نبه الأخ أن اسم الجبهة التي أمثلها اسمها الجبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي، هذا واضح؟ جميل. لكن كلمة أوغادين هذا تركها البريطانيون في المنطقة لتكون قنبلة مؤقتة حتى لا تتصالح القبائل. فهذه خدعة تركها البريطانيون وسمى المنطقة بهذا الاسم. ونحن عالميا بتعامل الآن الإنسان العربي الذي أجلس معه عندما أناقش معه الصومال الغربي لا يفهم بسرعة، لكن عندما أقول له أوغادين بما أنها كلمة عالمية يفهمها. فيا أخي بارك الله فيك، نحن لسنا وراء كلمة أوغادين، لكن مضطرين أن نستعملها أثناء اللقاءات العامة.